منذ قرابة أسبوعين تعيش هذه الطفلة وسط عائلة لا تعرفها ولا تمت لها بصلة قرابة. فاطمة هي الاسم الذي أطلق عليها من قبل هذه العائلة، وتبلغ من العمر عاما ونصف. وجدت تائهة على قارعة الطريق في مدينة الصدر بعد ساعات من انفجار حدث في المنطقة. نفس يوم الانفجار مال تايهه بالشارع؟ اي بالشارع لقينا هذا المكتب لقوه الجماعه هنا. تعال جد تعال جيب حسين طليان. حسين هو الابن البكر لهذه الأسرة، وهو من وجد فاطمة. يرعاها بشكل خاص ويوفر لها كل سبل المعيشة من ملابس وحليب للأطفال. تعلق بها بشكل جنوني رغم قصر مدة تواجدها بين أحضان أسرته، وهي تبادله نفس الشعور حتى أصبحت علاقتها علاقة بنت بأبيها. خليتها بالبيت هنا انا ويا الجهاز. وشنو قام شو تصيح لك بابا؟ صيح لي بابا ايه وعلى اختي الصغيره امه وعلى ابوي جده وعلى والدتي بيبي. زين وهسه شنو لا يعني؟ قدر زين اذا جو اهلها تطيها انت؟ شو اسوي لها غير اطيها. فاطمة تمارس حياتها بين الأسرة التي وجدتها بشكل طبيعي جدا، فهي تلهو وتلعب وتبتسم طوال الوقت، بل إن علاقتها بأطفال هذه الأسرة باتت علاقة حميمة وأصبحت واحدة منهم، إلا أن ما يؤلمهم هو قلق أهلها عليها. اذا جو اهلها ياخذوها تقبلين؟ ليش؟ تحبيها؟ اسال من رب العالمين ان يعني يلقونها. يعني احنا صحيح متعلقين بها بس يعني شايلين همها هواي يعني على مود اهلها خطيه. قصة فاطمة بدأت من منطقة مدينة الصدر. طفلة تائهة لا تستطيع الكلام، تجد نفسها بلا أب وأم، لكن نهاية القصة ما تزال مبهمة، تبحث عن إجابات من ذويها أو من أي شخص يتعرف على فاطمة. ربما يكون هذا التقرير بمثابة توضيح عن مكان فاطمة، فهي الآن مكانها أصبح معلوما للجميع، بالإضافة أنها تعيش بين أياد أمينة. محمد فاضل، الحرة، بغداد.